السلام عليكم الحبيبات كاملين، لاباس عليكم مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنعدلوا الغريبه ديال الكوك. غنحتاجوا كاس ديال السكر، يمكن لكم تعوروه بكاس ديال العلبه ديال سنيده. كنضيفوا عليه شاصيه ديال الفاني، كنضيفوا كاس ما عمرش ديال الزيت النباتيه. كنعملوا كلشي في الهشوار باش كنطحنوه باش كتجي الحلوه ديالنا هشيشه ومزيونه. قبيصه د الملحه، 3 د البيضات الحجم المتوسط، جوج معالق ديال المربى ديال المشماش، وكنعملوا قشور ديال الحامض، المشماش كيعطينا ديك التعليكه الحلوه ديالنا. قشور الحامض او البرتقال اللي ما متوفرش عنده يعمل قشور ديال الليمون. كنطحنوا كلشي في الهشوار ونرجعوا نشوفوا تتمه المقادير. من بعد ملي كنخلطوا السوائل، البيض والسكر والزيت وكلشي مع بعضيته، المراحل اللي حنايا دوزناهم الاولى، دابا نعملوا الكوك والسميده. غنعملوا الكوك اللي ميدم، هذاك هو اللي مزيان لهاد الغريبه ديالنا. 3 ديال الكؤوس، يعني هذا الكاس هذا كيتعبر بكاس العنبه، كنعملوا 3 ديال الكؤوس وكنخلطوا. والسميده كنعملوها بشويه بشويه باش ما كتقصحش العجينه ديالنا، باش كتجينا الحلوه ديالنا هشيشه وغزاله. ملي كنضيفوا الكوك كنعملوا الخميره، ما كنعملوهاش كامله. هذه الخميره هذه يمكن لكم تعملوا الخميره الزا كامله، ولكن هذه ما تعملوهاش كامله باش ما كتفيضش الحلوه ديالنا، كتبقى شابره في راسها. كنضيفوا السميده بالتدريج. دابا غنضيفوا 1 الكاس ونخلطوا. خصها تجي خفيفه، يعني ما خصهاش تجي قاصحه. اذا جات قاصحه راه ما تجيش مزيانه، ما تنجحش معنا، ولهذا نعملوها بشويه بشويه. نعملوا السميده. كنبقاو مستمرين هيدا حتى كنحصلوا على واحد العجينه رخوه ونرجعوا. كنكوروا الحليوه ديالنا هيدا على هذا الشكل هذا، كنعملوها في السكر كلاصي سبيسيال، وكنعملوها في الطاوه. كنبقاو مستمرين على هذه الطريقه هذه، وكنعملو في الطاوه وندخلوها الفرن. كنحاولوا ما امكن نخليو فيها السكر زايد، عاد كنعملوها في الطاوه هيدا على هذا الشكل هذا. الطاوه ديالنا ها هي وجدت. دابا ندخلوها الفرن على درجه 180، نعملوها طيب ونرجعوا. الحليوه ديالنا ها هي جات على هذا الشكل هذا، جات رائعه يا البنات ما شاء الله، جات كتحمق
والمذاق بلا ما نقول لكم كيفاش جات معلكه ولا اروع. شوف كيفاش جات البنات معلكه، جات غزاله. نتمنى تجربوها وتردوا عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.